إجمالي الناتج المحلي للدول العربية مجتمعة بيتخطى 3.7 تريليون دولار. أنت متخيل الرقم ده؟ لو حبينا نكون جيش عربي موحد حرفيا مش هيقدر علينا غير ربنا. هتلاقي معاك 3.5 مليون جندي جاهز ومستعد، ده غير الملايين من قوات الاحتياط والقوات شبه العسكرية. أما بقى عن التسليح والإمكانيات العسكرية فدي قصة تانية لوحدها. عارف لما طلبت من تشات جي بي تي إنه يجمع لي عدد القطع العسكرية في الوطن العربي كانت الأرقام إيه؟ اسمع كده وركز معايا. أكتر من 5500 طيارة عسكرية، سواء كانت مقاتلة أو مروحيات أو طيارات شحن عسكرية وتزويد بالوقود. ما يقارب ال 25,000 دبابة وأكتر من 80,000 مدرعة. المدفعية بتشكل حوالي 25,000 قطعة. أما عن القوات البحرية فهتلاقي عندنا 1500 قطعة بحرية. ده كله غير العدد الضخم من الأسلحة الخفيفة والتقيلة والراجمات وآلاف الأنظمة الدفاعية والرادارات والصواريخ التكتيكية والباليستية. وهتلاقي كمان آلاف من المسيرات والقنابل والروبوتات العسكرية. وده على فكرة أرقام تقريبية مش أكتر، لأن في حاجات كتيرة بتكون أسرار عسكرية مش مصرح بتداولها. ولو كمان التحالف ده ضم معانا دول إسلامية كبيرة زي تركيا وباكستان فأنت كده تمام يا معلم، قفلت اللعبة. معاك سلاح نووي في باكستان وأسلحة استراتيجية ومسيرات حديثة في تركيا.